ازيكم يا أبطال؟ لو انت بتحب الكورة وبتحلم تبقى نجم كبير، لازم تبدأ صح. وأهم حاجة في البداية التمرير الصحيح. والله الباص مش بس حركة، ده أساس اللعبة. هو اللي بيخلي الفريق يشتغل مع بعض، هو اللي بيفتح لك مساحة وبيخلي الفرصة تيجي. أول حاجة لازم تبص وتفكر قبل ما تباصي. قبل ما تعمل أي حركة برجلك، عينيك لازم تشتغل. بص حواليك، زميلك فين، واقف فين، بيتحرك ازاي، مين بيغطي عليه ومين ماسكه، هل هو فاضي ولا مش فاضي. ما تبصيش وانت مش شايف، لانك كده بتسلم الكرة للخصم ببلاش. القاعدة الأولى: باصي بعينك قبل ما تباصي برجلك. تاني حاجة: وضع الجسم والتحضير للتمرير. ما تيجي نركز شوية. رجلك اللي مش هتباصي بيها هتحطها جنب الكورة عشان توازن جسمك يكون رايح في اتجاه التمريرة، ولازم يكون جسمك مفتوح ناحية زميلك. بص على الكورة واضربها بالجزء الداخلي من القدم اللي هو بنقول عليه بطن رجلك. السر هنا انك توزن جسمك قبل ما تباصي علشان التمريرة تطلع واثقة ومتقنة ومظبوطة. تالت حاجة: قوة التمريرة بتساوي على حسب مسافة زميلك. اسمع دي كويس، كل تمريرة وليها قوة مناسبة. لو زميلك قريب، مرر بهدوء بحنية علشان يستلمها بسهولة. ولو زميلك بعيد، زود قوتك شوية في الباص، بس خلي التوجيه دقيق، يعني الكرة تروح في رجل زميلي، ما تبقاش بترزع وخلاص. القاعدة هنا: كل متر في الملعب محتاج تركيز مش عضلات. رابع حاجة: ابعت الكرة للمكان اللي زميلك رايح له. مش لازم تباصي للكرة على رجل زميلك، اوقات كتير لازم تباصي قدامه بشوية وهو بيجري وبيتحرك علشان يستلم وهو بيجري ويقدر يروح يجيب جون، خصوصا لو الخصم بيضغط عليه. الباص ده بيكسر الضغط جامد. دي اسمها التمريرة للمساحة، ودي من أقوى مهارات اللعيبة الكبار. خامس حاجة: اتحرك بعد ما تباصي، ما تقفش في مكانك. انت خلصت التمريرة، قوم على طول افتح مساحة لزميلك وتحرك له. لف، اتحرك، اعمل دوران، أو حتى ارجع تستلم من تاني. دي اسمها التحرك بدون كورة، وده اللي بيخلي منك لعيب ذكي مش بس شاطر. سادس حاجة: خلي دماغك في اللعب. اللعيب الصح هو اللي بيفكر قبل ما يتحرك. ما تبقاش متهور، فكر الأول: هل زميلي جاهز للباص؟ هل التمريرة اللي أنا هعملها ديت هتفتح لعب جديد؟ لو ضاعت، هل الخصم هيعمل هجمة مرتدة عليا ويروح يجيب جون؟ العب بعقلك مش بس برجلك. هديك شوية تدريبات سريعة علشان تتحسن وتتطور. تمرين الحيطة: ارسم دايرة أو علامة على الحيطة وابدأ تباصي عليها 50 مرة، في البيت، في المدرسة، في البلكونة، في أي حتة. كل مرة حاول تظبط اتجاه الكرة أكتر جوه الدايرة. تاني حاجة: اتمرن مع صاحبك، باصوا لبعض من مسافات مختلفة، مرة من قريب ومرة من بعيد. غير الاتجاه، مرة يمين ومرة شمال، مرة لقدام. ممكن نحط كونز كمان، اعمل باص واجري فورا، الف وارجع تاني من ورا الكونز اللي انا حاطه. التدريب كل يوم حتى لو 15 دقيقة هيخليك جامد جدا. لو بتحب تكون صانع لعب، لو نفسك تبقى زي مودريتش او دي بروين، ابدأ من دلوقتي وابدأ صح. التمرير الصح مش بس حركة، دي مهارة وعقل وتفكير. ابدأ واتدرب، وافتكر دايما: اللعيب الشاطر مش اللي بيشوط جامد، هو اللي بيبني الهجمة بالباص الصح في الوقت الصح. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان اللي جاي أقوى بكتير. لو جربت التمرينات دي اكتب في الكومنتات عملت ايه وهرد عليك على طول.